يا صباح الفل عليكم يا حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بداية سنة جديدة، سنة سعيدة عليكم يا رب وكلّها تحقيق أحلام وراحة بال. النهارده بقى هاخدكم جولة كده تعيشوا معايا يوم في حياة أم عندها بيبي. إزاي بانظّم يومي، إزاي بابدأ يومي. هنا بقى كنت لسه صاحية من النوم، صحيت بدري علشان ألحق اليوم من أوّله. كنت باعمل بقى فطار ليَزَن، وهنا برضه كنت باعمل شاي وكان عندي قُرَص، حاجة كده خفيفة على الصبح، قُلت أعمل بقى فطار خفيف. طبعًا الصحيان بدري بيخلّي اليوم طويل معاكِ، تعملي فيه كل اللي أنتِ عايزاه، عندِك مساحة أكبر، أنتِ بقى تخلّصي فيه حاجات اليوم بتاعتِك كلّها. أنا طبعًا عشان بقيت أم طبعًا بقى من ساعة ما بقيت أم المسؤولية كبرت، بقى في حاجات كتير في اليوم لازم تخلص. في بيبي لازم ياكل، لازم يغيّر، لازم في أكل يخلص، لازم البيت يتنضف، فأنا بقيت أصحى بدري بقى يا بنات عشان اليوم يبقى معايا أطول. هنا بقى كنت بافطّر يزن، وقعدنا شوية نتفرّج على الشاشة، كنت باشغّل له بقى وناسة كده، طبعًا أي أم عندها بيبي لازم يا بنات أي أم عندها بيبي تلعب معاه، تتفاعل معاه، لإن ده يا جماعة بيشجّع عنده الجهاز العصبي اللي هو ينمو بسرعة، واللي هو يتفاعل معاكِ أكتر ويتنبّه أكتر، فالحاجات دي كلّها بتأثّر عليه، لازم تلعبي معاه في اليوم شوية وتخصّصي له وقت اللي أنتِ تلعبي معاه وتتفاعلي معاه، علشان بجد دوّة بيأثّر فيه جدًا. بعدين بقى يا بنات دخلت على المطبخ، طبعًا المواعين بُصّوا أنا باحاول أخلّصها من بالليل صراحة، باحاول إن أنا أنام والمطبخ بتاعي يبقى نضيف، لإن ده بيحسّسني براحة نفسية، إن أنا أصحى كده الصبح ألاقي المطبخ نضيف، بس غصب عني ساعات بيبقى في حاجات بسيطة مثلًا من بالليل، صينية، مطرح الشاي، ساعات مثلًا ممكن أكسّل لو مثلًا يزن بيزن كتير أو مثلًا تعبانة بقى من طول اليوم، بس أنا صراحة باحاول إن أنا أنام والمطبخ بتاعي نضيف، وباحاول أخلّص كل اللي ورايا قبل ما بانام بالليل، عشان أصحى الصبح برضه يبقى معايا وقت اللي أنا إيه، يعني أعمل حاجات تانية وأنجز حاجات تانية، أو على الأقل أكون صاحية مرتاحة. طبعًا يا بنات قبل ما أنام أو مثلًا بداية اليوم الجديد بابقى مخططة له من قبليها، يعني قبل ما أنام كده بابقى مثلًا باقول ده أنا هاصحى مثلًا إن شاء الله تاني يوم هاعمل أكل كذا، لو في أكل مثلًا في الفريزر باطلّعه باكون محضّراه، مش باسيب الموضوع عشوائي كده لإن أنا بابقى مرتاحة أكتر وأنا بانظّم في اليوم. ده لمّا بتنظّمي يومِك من قبلها وتبقي عارفة أنتِ صاحية هتعملي إيه وهتروّقي إيه وهتنجزي إيه، ده برضه بينجز معاكِ في الوقت وبترتاحي. بس هنا بقى بعد ما خلّصت المواعين، لمّعت البوتاجاز عندي، كذا بنوتة سألتني على نوع البوتاجاز يا جماعة فريش مودينا stainless 90 في 60، ساعتها كنت جايباه ب19 وكسر، دلوقتي عامل حاجة و20. تمام، وهنا بقى كنت زي ما قُلت لكم محضّرة الأكل اللي أنا هاعمله من قبليها بيوم، فكنت مطلّعة الوراك ديّة وكنت ناقعاها، عاملة لها محلول منقّع وكنت محضّراها على تتبيلة. هنا بقى كنت باعمل التتبيلة، بصل معاها طماطماية، وهنا التوابل بتاعتي اللي باحطها على التتبيلة، كنت باوريها لكم طبعًا كاري وبابريكا وفلفل وتوم باودر وبصل باودر التوابل اللي أنتِ بتحبيها بقى، أنا باعمل الmix دوّة وباعمله في التتبيلة صراحة بتطلع تحفة. أنا كنت هاعملها هنا زي فراخ مشوية كده، زي طريقة الفراخ المشوية تمام، بس هنا بقى كنت يا بنات دايمًا إن أنا أعمل الأكل على قدنا بالضبط، بحيث اللي هو ما يتبقاش أكل يترمي، أصل إحنا فردين يعني باحب إن أنا أعمل أكل بحيث اللي هو ما يكفّيش تاني يوم، لإن أنا وجوزي مش من النوع اللي بيحب مثلًا الأكل يبات تاني يوم، باحب أعمل أكل جديد، فباعمل كمية يا دوبك على قدنا تقضّينا فردين. هنا عايزة أعمل هنا رز بسمتي صراحة بس ما لقيتش عندي، فبقى عملت المتاح عندي، كان عندي رز مصري العادي، قُلت برضه هاعمله بنفس طريقة الرز البسمتي، كان عندي كل المكونات بتاعته فقُلت هاعمله وجرّبته قبل كده صراحة لقيته حلو عادي. هنا بقى التوابل بتاعة الرز البسمتي، قرفة واللومي والكركم والتوم باودر والبصل باودر، هنا بقى كنت باشوّحهم كده مع البصلة لحد ما تدبل، وبعدين لمّا تدبل كده معايا هابدأ بقى إن أنا أنزل عليها الرز بتاعي، بيكون طبعًا مغسول ومتصفّي كويس، تمام، وبعدين بقى إيه، باحط بقى كمية المَيّة زي الرز العادي يا جماعة، لكن الرز البسمتي بتحطي له كمية مَيّة أكبر شوية علشان هو بيحتاج سِوَى أكتر. هنا أهو بدأت إن أنا أحط الرز، هابدأ إن أنا أشوّحه بقى مع البصلة مع التوابل بتاعتي، ريحتهم كده بتبقى تحفة يا جماعة، بصراحة الطريقة ديّة أنا باعتمدها على طول.
تحفة. وبتخلّي الرز كده مفلفل ومش معجّن. يعني بُصّوا يا بنات، أي رز حاولي إن أنتِ تشرّبيه كمية مَيّة مش كتيرة، لو احتاج حُطّي له، لكن لو حطيتِ له كمية مَيّة كبيرة ممكن يعجّن معاكِ. تمام؟ بقى قبل ما أعمل الأكل كنت منيّمة يزن طبعًا، علشان ما كنتش هاعرف أعمل أي حاجة وهو صاحي، لإنه بيفضل يعيّط وعايز يتشال. فكنت منيّماه هنا الأول. تمام. هنا بقى كنت باشرّب الرز زي ما قُلت لكم، باحط له كمية مَيّة يا دوبك على قدّه بالضبط، يا دوبك بس يبقى إيه، متشرّب كده فوق الرز بحاجة بسيطة، يعني كمية المَيّة تبقى يا دوبك مغطية الرز بحاجة بسيطة، بالذات الرز المصري لإن هو بيستوي على طول، غير الرز البسمتي. الرز البسمتي كنتِ بتحطّي مثلًا لو كوباية رز بتحطّي عليها كوباية ونُص مَيّة. تمام. بس هنا بقى كنت خلاص شرّبته وكنت مستنياه بقى اللي هو يستوي. طبعًا بقى كنت أنا عملت الفراخ وحطيتها في الصينية وحطيتها في الفرن، بس صراحة الحتّة دي ما صوّرتهاش. مع ما الأكل يستوي بقى يا جماعة كان عندي غسيل، كنت بالِمّه بقى وطبّقته كان عندي دورة غسيل تانية، فكنت بانشره. قُلت بقى مع ما الأكل يخلص كده كنت بارتّب شوية حاجات في البيت. ده كلّه قبل ما يزن يصحى باحاول إن أنا أنجز كل حاجة ورايا في البيت، الأكل بقى، ترويق، التنظيم، باصلّي، باحاول أعمل له رضعة عشان أول ما يصحى بقى يكون الأكل بتاعه جاهز، ما يقعدش يعيّط. الحاجات دي كلّها باحاول إن أنا أنجزها في اليوم. طبعًا قبل ما جوزي بييجي لازم أكون مخلّصة كل حاجة، الشقة مترتبة، يزن متغيّر له، واكل وشارب، الأكل جاهز. طبعًا أي بنت بتبقى لازم تنجز الحاجات دي كلّها قبل ما جوزها ييجي، لإن هو يا دوبك بيبقى جاي بقى تعبان، يا دوبك عايز يرتاح شوية، يتغدى. فأنتِ لازم تكوني صراحة مضبّطة كل حاجة في البيت، لإن ده دورِك، هو بيتعب برّه وبيشتغل، أنتِ بتتعبي جوّه، فهي بتبقى يا جماعة كده زي الميزان، هو بيتعب برّه وأنتِ بتتعبي جوّه، فربنا يعين كل واحد على المسؤولية اللي هو بيعملها. هنا كنت باورّيكم طبعًا الأكل بعد ما خلص، كان تحفة يا بنات، طريقة الوراك دي كانت جميلة أوي، صراحة عجبتني وخفيفة، غير طريقة الفرن العادية اللي هي تبقى مثلًا بطماطم وكده. بس بقى ده كان غدا كده خفيف سريع. برضه باحاول إن أنا أعمل وجبات اللي هي تكون خفيفة تنجز معايا في اليوم، شوية رز جنبها مثلًا كفتة، وراك، جنبها مكرونة، كده بامشّي اليوم يعني. وفي نفس الوقت بقى كنت عايزة أعمل حاجة حلوة، صراحة جوزي بيحب البسبوسة. واليوم أصلًا كده في الشتا بالليل بتحسّي إن أنتِ إيه، هتاكلي حاجة حلوة، كيكة بقى، بسبوسة، الشتا بيجوّع وبيأكّل، فحبّيت بقى إن أنا أعمل كده حاجة حلوة برضه في اليوم. كان عندي بقى البسبوسة ديّة قُلت إن أنا أعملها. طبعًا البسبوسة تبقى عايزة سمنة بلدي. كنت باورّيكم المكونات. هنا بقى بدأت إن أنا أعمل الشربات في الأول. الشربات يا بنات على كمية البسبوسة اللي أنا عاملاها كيسين، كنت حاطة كوباية ونُص سكر على كوباية ونُص مَيّة. تمام. وسِبت بقى الشربات هنا يغلي. بعدين بُصّوا يا بنات أنا باحب أعمل البسبوسة بلبن بودر. صراحة اللبن البودر بيدّيها طعم كده ونكهة تحفة. هنا كنت بقى باحمّصه كده شوية لحد ما لونه يغمق. بُصّوا اعملوا الطريقة دي حرفيًا تحفة، أكتر طريقة عملتها كانت ناجحة معايا في البسبوسة، و وصراحة هتنجح معاكِ من أول مرّة. هنا بقى كنت باسيّح عندي السمنة البلدي بتاعتي، كنت بادفّيها كده أهو، وفي نفس الوقت هنا كنت باعمل اللبن معاه السكر. هنا كنت حاطة كوباية لبن معاها كوباية سكر، دي كلّها يا بنات المكونات اللي هتتحط على البسبوسة. تمام. امشوا معايا على الطريقة ديّة خطوة بخطوة، هتطلع معاكم تحفة وناجحة من أول مرّة. هنا كان عندي كيسين البسبوسة أهُم حطيتهم في البولة، وبعدين هنا كنت بقى محمّصة اللبن البودر بتاعي لحد ما يغمق كده شوية. حطيت اللبن على البسبوسة، وهنا كنت باحط كده إيه، يا دوبك ربع معلقة كده baking powder. تمام. وبعدين هنا كنت السمنة بقى مسيّحاها، هانزل عليهم بالسمنة، أنا كنت حاطة بالضبط كوباية سمنة بلدي، نفس المقدار بتاع اللبن وبتاع السكر. هنا بقى كنت بابِس البسبوسة، بتخلّي بقى السمنة كده تتشرّب في البسبوسة كلّها، والمكونات كده كلّها تدخل في بعضها. هنا أو كنت باحاول إن أنا أدمج المكونات مع بعض. هنا بعد ما خلاص البسبوسة كده اتبست والسمنة كلّها دخلت فيها، نزلت عليها بقى باللبن والسكر اللي أنا كنت عاملاهم. خلّي بالكم يا بنات في أكياس البسبوسة دي بتبقى مسكّرة،
يعني تبقى مضاف ليها سكر. لو هي مسكرة ما تحطيش مع اللبن السكر، تمام، واكتفي بس بالشربات لان هي بتبقى فيها السكر بتاعها. هنا البسبوسة عندي ما كانتش فيها سكر، فانا كنت ضايفة سكر مع اللبن. هنا خلاص شُفت القوام كان عامل إزاي، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. حطيته في الصينية بتاعتي، وبعدين كنت بادّي له خبطتين كده، كنت باطلّع منه الهوا. هنا بقى البسبوسة بتاعتي طلعت. البسبوسة يا بنات بتبقى سخنة والشربات عندي بيبقى بارد، يعني حاجة من الاتنين، يا الشربات سخن والبسبوسة باردة، يا البسبوسة تبقى طالعة من الفرن والشربات بارد. هنا بقى كنت باحط لها الشربات بتاعها. الشربات بتاع البسبوسة يا بنات لازم يبقى خفيف مش تقيل، تمام. بس هنا بقى كنت باشرّبها، صراحة خدت معايا كمية الشربات كلّها، تمام، وكانت طالعة تحفة والسكر بتاعها كان مضبوط جدًا. امشي بالخطوات دي بجد هتطلع معاكِ تحفة. وريحة السمنة البلدي وطعمها كان تحفة فيها يا بنات، والله كانت حلوة أوي، ومش مسكّرة أوي للبنات اللي مش بتحب الحاجة مسكّرة. كانت السكر بتاعها حلو ومضبوط. هنا بقى بدأت إن أنا أقطّعها. اللي عايزة تضيف بقى مكسرات بتحطها قبل ما تدخليها الفرن، يعني لو عندك بقى سوداني، عندك أي مكسرات بتحبيها حطيها فيها ودخليها الفرن. أنا هنا كنت صراحة باحبها سادة وجوزي بيحبها سادة، فكنت باعملها كده تبقى خفيفة يعني. بس أنا كنت باقطعها بقى قطع صغيرة كده. وبس بقى يا حبايبي كده كنا أكلنا وحلينا. حاولي بقى إن أنتِ تبدعي في يومِك، يعني تعملي حاجة حلوة، تجيبي حاجة جديدة. صدقيني الحاجات دي بتفرق أوي، بتفرق أوي في البيت وبتفرق في النفسية بتاعة الست عمومًا. بس أنا كنت باورّيكم بقى اللي أنا دُقت حتّة صراحة كانت تحفة، ما كنتش قادرة أستنى أصلًا لحد ما تبرد. كانت جميلة أوي يا بنات. طبعًا بقى هنا وصلنا لآخر اليوم. الساعة بقى المخصصة ليكِ كبنت أو كسِت لازم برضه في آخر اليوم كده يبقى في ساعة مخصصة لنفسِك. تعملي skin care بتاعِك، تلبسي البيجامة الجديدة، تاخدي shower. لازم تروّقي على نفسِك كده صراحة بعد طول اليوم تعب بقى وأكل وترويق. لازم يبقى في ساعة كده آخر اليوم تفصلي بقى. ده بقى الروقان كلّه، حرفيًا لازم أعمل كده في آخر اليوم يا بنات عشان أحس إن أنا مرتاحة، أحس براحة نفسية، أحس بانتعاش كده عشان أبدأ اليوم الجديد وأنا خلاص بقى يعني اللي هو إيه، روّقت على نفسي، فابدأ بقى اليوم الجديد التاني بكُلّه نشاط وكُلّه حيوية. لازم تخصصي ساعة لنفسِك بجد بتفرق أوي في النفسية. هنا كنت باحط بقى المرطب بتاعي ولبست البيجامة الجديدة بعد الشاور، وحطيت بقى الspray كده عشان يبقى في انتعاش وفي ريحة حلوة وفي نضافة. صدقيني بجد أنتِ لو عملتِ كده اليوم ونظمتيه ورتبتيه بنفس الترتيب اللي أنا عملته دوّة، هتحسي بآخر اليوم إن أنتِ أنجزتِ ومبسوطة من نفسِك، وإن أنتِ يعني إيه، ما نسيتيش نفسِك برضه، يعني روّقتِ على نفسِك. جبتِ بيجامة جديدة، جبتِ روج جديد، جبتِ spray جديد. بس كده يا بنات بقى يكون خلصنا الفيديو بتاعنا وعيشتكم كده يوم في حياة أم لسه جديدة، يوم في حياة ست عموما بتبقى عاملة ازاي. هنا بقى كنت قاعدة بتفرج على المسلسل بتاعي وكانت استراحة محارب بجد.